يا شيخنا أنا خايف لما أدخلش الجنة، ممكن تقول لي على حاجة واحدة تدخلني بها الجنة؟ سؤال حلو قوي جدا. وعلى فكرة أنا ممكن أقول لك على حاجة بدون تعب وبدون أي مشقة في حياتك أبدا تضمن بيها الجنة. حاجة واحدة. إيه هي الحاجة دي؟ إنك تكون صادق مع ربنا بس. دي لوحدها تضمن بيها إنك تدخل الجنة بإذن الله. وعلى فكرة ده مش كلامي أنا، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنت عارف النبي قال إيه؟ شوف بقى الحديث الجميل ده. النبي قال: من سأل الله الجنة ثلاثا، يعني يقول يا رب اللهم أدخلني الجنة. أنت متخيل إن الجنة نفسها هي اللي تقول يا رب دخله الجنة، عشان أنت سألت ربنا بصدق إنك عايز الجنة، فالجنة تقول يا رب دخله الجنة. وبالعكس بقى: ومن استجار من النار قال اللهم أبعدني من النار اللهم أجرني من النار، قالت النار اللهم أجره من النار اللهم أجره من النار اللهم أجره من النار. متخيل؟ بس الفيصل في الموضوع ده ايه؟ ما ممكن اي واحد، انا ممكن اقول يا رب دخلني الجنة وغيري، وملايين من البشر، مليارات من البشر بتقول يا رب دخلني الجنة. بس الفيصل في الموضوع ده عارف ايه؟ النية الصادقة. النية الصادقة. انك تكون صادق مع ربنا، انك كل حاجة بتعملها من قلبك صادق وانت بتقول يا رب دخلني الجنة. ملايين من الناس عايزة تدخل الجنة. اي واحد، العاصي قبل الطائع عايز يدخل الجنة. يعني اللي رايح يعمل معصية لو سألته وقلت له انت عايز الجنة ولا النار، هيقول لك انا عايز الجنة، وهو رايح يعصي اصلا ربنا. طيب ايه بقى الفيصل؟ النية، انك تكون صادق في نيتك في اي حاجة انت بتعملها. يعني بالنية تاخد اجر حاجات كتير انت ما عملتهاش ومش قادر تعملها. انا يا رب انا في نيتي ان انا اكون غني واطلع وانفق في سبيل الله، لكن انا مش قادر، انا ما معيش. ربنا لما يشوفك انت صادق وانت نيتك فعلا صادق من جواك تاخد الاجر. طب شوف الحديث الجميل ده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: انما الدنيا لأربعة نفر. يعني النبي عايز يقول لك الدنيا 4 أقسام. 4 ايه؟ أقسام. رجل آتاه الله مالا وعلما. ده أول واحد عطاله ربنا ايه؟ المال والعلم. العلم اللي هو ايه؟ اللي هو الصدق، فيبلغ أعلى المنازل بصدقه لأنه صادق ايه؟ صادق في كل اللي بيعمله. ده رقم 1. طب التاني: ورجل آتاه الله علما ولم يأته مالا. يعني ربنا عطاله النية، هو نيته موجودة حسنة، صادق،